في الدب عن أمنا عائشة رضي الله عنها أقول فيها: تبت يدا من سب أم المؤمنين، ورغمت أنف الآثم الطاغي اللعين، بالإفك تنطق نائلا من عرضها، وهي المصونة بالدماء وبالبنين. أو ما علمت بأنها ابنة صادق يفدي الحبيب بغاره من مشركين؟ أو ما علمت بقدرها في أمتي؟ هي كالثريد على نساء العالمين. هي عائش يا من جهلت مقامها، وهي المبرأ ساحها في المصدرين. في النور برأها الإله بوحيه، من بعد 10 قوله إن الذين. لا تحسبوه قال الإله وأيقنوا، إن الأثيم له جزاء الكاذبين. ولقد عجبت ورب كل خليقة من أمة تأبى طريق الأولين. لعنوا الصحابة والمبشر بينهم، لم يستحوا من آل خير المرسلين. ولقد غلوا فيهم وقالوا رتبة فوق الإله، وقولهم إد مبين. فليعلموا أن الصوارم حجة تهوي الرؤوس المائلات فلا تلين. لا تحزني يا أمتي واستبشري، فلسوف نبني عزة الدين المكين، ولسوف يحيا هدي سنة أحمد، ولسوف تعلو راية الحق المتين.